المشي ما يعتبر رياضة. أري كلامي بيزعل وايد ناس خصوصا ربع ب10,000 خطوة، لكن سمعوا كلامي للأخير. أول شيء المشي ما يعتبر رياضة لأنه شيء طبيعي المفروض الإنسان يسويه يوميا، فما يصير شيء طبيعي والمفروض أسويه يوميا أروح أعتبره مجهود وشيء إضافي علي. وهالشيء نقدر نشوفه في أجسام الأوليين ما شاء الله عليهم، يعني نشوف أغلبهم ضعاف، لأن الله يسلمكم المشي كان جزء أساسي من حياتهم، وهذا شيء طبيعي. يعني أنت لازم كل يوم تمشي، لازم، هاي مو رياضة، هذه شيء روتيني. ثاني شيء المشي ما يرفع معدل نبضات القلب، حتى لو بيرفعهم شيء بسيط جدا. القلب عضلة حالة من حال كل عضلات الجسم، يحتاج تقوية، وعشان تقوي هالعضلة لازم تتمرن تمارين ترفع من معدل نبضات القلب. ومدة وشدة التمرين تعتمد على شنو انت هدفك اصلا، تبي تضعف، تبي لياقة، تبي تمتن، تبي اللي هو. وثالث شيء خرافة 10,000 خطوة، هالخرافة اللي ودنا بس تنقرض ونفتك منها. الله يسلمكم، هالخرافة ابتدت يوم شركة يابانية، اعتقد يابانية مو متأكد، المهم انه اخترعوا جهاز يقيس الخطوات، وكان فعليا يقيس بس 10,000 خطوة. يعني هو الجهاز الشغلة يقيس لك 10,000 خطوة في اليوم وخلاص. بسبب التسويق وانتشاره صار معتقد عند الناس ان احنا لازم يوميا نسوي 10,000 خطوة، وطبعا هالشيء غير صحيح على حسب الدراسات والتجارب العلمية، وهالموضوع لازم اسوي له فيديو بروحه. انا ما اقول ان المشي ما منه فايدة ولا تمشون، لكن اذا كنت توك صغير في العمر او توك شباب وللحين فيك قوة وعافية، ليش تمشي؟ اركض حتى لو مسافات بسيطة، أو على الأقل دخل الجري مع المشي عشان بس تزيد معدل نبض القلب. ولنفرض أنك ما تحب الجري، شوف لك أي رياضة ثانية تحبها وممكن تستمر فيها. وإذا أنت من النوع اللي ما تستمر في رياضة واحدة، عادي العبها سنة سنتين وبدل روح رياضة ثانية ورياضة ثالثة ورابعة وخامسة، عادي، المهم أنك تستمر بس. والمشي لازم يكون شيء روتيني عندك، شيء يومي تسويه. مثلا أنت رايح مجمع، لا توقف عند الباب، وقف في مكان شوي بعيد عشان بس تمشي هالمسافة. وحتى داخل المجمع حاول شوي تزيد المشي، لا تروح دايركت حق الشيء اللي انت تبيه، لا شوي خذ لك لفة شوي أطول. صدقني كل اللي بياخذ منك دقائق، ترى ما راح ياخذ منك ساعة، لكن دقيقة على دقيقة على دقيقة بتشوف انك انت سويت خطوات وايد بدون اصلا ما انت تعتبرها رياضة. المشي باختصار للأشخاص الكبار في العمر وما يقدر يسوي شيء أقوى، يعني ما يقدر يركض مثلا، ما يقدر يسوي تمارين تقوية أو غيرها، أو الشخص اللي عنده مشاكل صحية أو إصابات وغيرها، هالأشخاص ما يقدرون يسوون شيء أكثر من المشي، فالمشي بالنسبة لهم كفاية. يعني إذا أنت مو بواحد منهم، قول الحمد لله على النعمة اللي أنت فيها وقوم تلأحلح بس.